إلا كنتي دزتي من الرباط في هاد السنوات الأخيرة، أكيد رديتي البال لواحد الورش ضخم تبدلات معاه الملامح ديال المنطقة بشكل كبير. ولكن اليوم السؤال ما بقاش هو شنو غادي يبنيو هنا. السؤال الحقيقي هو فين وصل مستشفى ابن سينا الجديد دابا، وشنو باقي خاصو قبل ما يتحول هذا الورش العملاق لمركز استشفائي خدام كيقدم خدماته للمواطنين. القصة بدات رسميا نهار 5 ماي 2022 ملي انطلقات أشغال بناء المستشفى الجديد ابن سينا بالرباط. ومن البداية المشروع ما كانش مجرد إعادة بناء مستشفى قديم، ولكن كان الهدف هو إنشاء مركب استشفائي جامعي كبير بمواصفات عالمية وحديثة كيجمع بين العلاج، التكوين، البحث العلمي والخدمات الطبية المتخصصة. وحسب المعطيات الرسمية ديال الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، هذا المشروع عنده قدرة استيعابية كتوصل ل 1044 سرير، والكلفة الإجمالية ديالو كتقارب 6 المليارات درهم، منها حوالي 3.8 المليارات درهم مخصصة فقط للدراسات والأشغال. ومن أول نظرة أكثر حاجة كتشد الانتباه هي البرج الرئيسي. هذا البرج مخصص للاستشفاء، والطول ديالو كيوصل ل 150 متر تقريبا، وفيه 34 طابق فوق الأرض بالإضافة لجوج طوابق تحت أرضية. وبهذا الحجم غيولي واحد من المعالم البارزة في السما ديال مدينة الرباط. ولكن هنا خاصنا نوقفوا شوية، حيت هذا البرج اللي كنشوفوه من الخارج ماشي هو المستشفى كامل. المشروع مكون من 4 ديال الوحدات رئيسية: البرج الاستشفائي، برج آخر مخصص للعصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين، القطب الطبي التقني، مركز الندوات والتعليم. والقطب الطبي التقني بالخصوص مهم بزاف، حيث التصميم ديالو كيشمل مرافق صحية أساسية بحال المستعجلات، وحدات الإنعاش وغرف العمليات. يعني حنا ما كنهضروش على بناية ضخمة وصافي، ولكن على منظومة كاملة خاص كل جزء فيها يخدم مع الجزء الآخر بدقة. والأهم هو أن الوضع الرسمي في 2026 كيأكد باللي المشروع مازال داخل مرحلة استكمال البناء والتجهيز. وزارة الصحة ذكرت بشكل واضح استكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا ضمن أوراش سنة 2026، وأشارت باللي الهدف هو يكون هذا المركز عملي خلال هذه السنة. يعني ملي كنشوفوا الواجهات والبرج كملوا من الخارج، ما خصناش نخلطوا بين تقدم الأشغال وبين التشغيل الفعلي. المستشفى باش يفتح بيبانه فعلا خاصه ماشي غير البناء، ولكن كيحتاج التجهيزات الطبية الدقيقة والأنظمة التقنية والاستعدادات البشرية الضرورية للخدمة. ولهذا في هذا الفيديو على قناة أسرار العالم غادي نحاولوا نشوفوا المشروع كما هو في أرض الواقع، نفرقوا بين شنو تنفذ، شنو اللي كيتجهز دابا، وشنو اللي مازال داخل في مرحلة الاستعداد. بلا ما نزيدوا من عندنا، غادي نشوفوا الواقع ونشرحوه لكم. ولكن ملي كنشوفوا هذا المشروع من برا نقدروا بسهوله نختزلوه في مجرد برج ضخم وسط الرباط، والحقيقة هي أن المشروع أكبر من هذه الصورة بزاف. مستشفى ابن سينا الجديد تصمم كمركب استشفائي جامعي، وهذا المصطلح راه مهم بزاف، حيث كيعني أن المشروع ماشي غير بلاصة لاستقبال المرضى وصافي، ولكن هو منظومة متكاملة فيها العلاج، التكوين والتعليم والبحث العلمي. الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة كتحدد 4 ديال المكونات رئيسية لهذا المشروع. أول وحدة هي البرج الرئيسي المخصص للاستشفاء، وكيجيب هيكل R+34+2، يعني 34 طابق فوق الأرض وجوج طوابق سفلية، وبارتفاع كيقارب 150 متر. ثاني وحدة هي برج العصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين، وكيضم 11 طابق فوق الأرض و3 ديال الطوابق سفلية. ثالث وحدة هي القطب الطبي والتقني، وهو جزء أساسي من المشروع، حيث الوثائق الرسمية كتذكر باللي كيضم المستعجلات، وحدات الإنعاش وغرف العمليات، بالإضافة لكاع البنيات الطبية والتقنية الضرورية. رابع مكون هو مركز الندوات والتعليم. هذا التقسيم كيعطينا فكرة واضحة على طريقة التفكير في المشروع. ماشي كل شيء تجمع في بناية واحدة، ولكن كل وظيفة عندها مكانها الخاص داخل المركب. والطاقة الاستيعابية الإجمالية كتوصل ل 1044 سرير، منها 148 سرير مخصص للعناية المركزة والإنعاش حسب معطيات الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة. ولكن هنا خاصنا نكونوا دقيقين في واحد نقطة مهمة. ملي كنقولوا أن المشروع فيه مستعجلات أو إنعاش أو غرف عمليات، راه كنقصدوا باللي هذه المصالح داخلة في التصميم أو الصورة التصميمية للمشروع، ماشي كنقولوا باللي هذه المصالح راه دابا خدامة وكتستقبل المرضى. ونفس الشيء بالنسبة للداخل،
إلا كان عندنا تصميم معماري رسمي نقدروا نفسروه ونقولوا هذه هي الصورة أو الرؤية التصميمية للمشروع. أما إلا كانت عندنا صورة حقيقية من داخل المنشأة غادي نوصفوا غير شنو باين فعلا فيها، وما غاديش نعمروا الممرات بأجهزة طبية مولدة بالذكاء الاصطناعي ونقدموها للناس على أساس أنها واقع. هذا الفرق ضروري بزاف، خصوصا في مشروع كبير بحال هذا، حيث الناس باغيين يعرفوا شنو غادي يكون، ولكن في نفس الوقت باغيين يعرفوا شنو كاين فعلا في أرض الواقع. كاين حتى الجانب البيئي اللي داخل في التصميم الرسمي للمشروع. الوكالة كتذكر وجود حوالي 3000 متر مربع من الألواح الكهروضوئية فوق السطح ديال بهو الاستقبال، بالإضافة لاستغلال الرياح في التهوية الطبيعية ديال الغرف وتجميع مياه الأمطار ومعالجتها باش يعاودوا يستعملوها في السقي ديال المساحات الخضراء. يعني المشروع من البداية كان كيجمع بين الوظيفة الطبية، الهندسة الحديثة والاعتبارات البيئية، ولكن هذه المزايا كاملة خاصنا نقدموها بالطريقة الصحيحة. بعضها عبارة عن مواصفات تصميمية رسمية وماشي بالضرورة دليل على أن كل نظام راه خدام دابا، وهنا بالضبط كتكون المصداقية. دابا نقدروا نفهموا واحد النقطة أساسية: علاش الدولة ما كتقدمش مستشفى ابن سينا الجديد كمجرد مستشفى كبير، ولكن كمركز استشفائي جامعي؟ الفرق كيبدأ من الوظيفة. المستشفى العادي كيكون التركيز ديالو هو العلاج فقط، أما المركز الاستشفائي الجامعي فهو كيجمع بين 3 ديال الحوايج: العلاج، التكوين والتعليم، والبحث العلمي. وهذا بالضبط هو الاتجاه اللي كيمشي فيه مشروع ابن سينا الجديد، حيث الوثائق الرسمية كتخصص جزء كبير للتعليم والندوات وكتدخلوا ضمن منظومة طبية كبر. وهنا كيبان علاش المشروع فيه التنوع في المكونات، فالطاقة الاستيعابية الإجمالية كتوصل ل 1044 سرير، والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة كتذكر أن 148 منها مخصصة حصريا للعناية المركزة والإنعاش. هذه الأرقام كتبين لنا أننا أمام مؤسسة كتستهدف استيعاب ضغط طبي كبير وتقديم علاجات دقيقة. ولكن خاصنا نفرقوا بين القدرة التصميمية وبين التشغيل الفعلي. القدرة التصميمية كتقول لنا شحال المشروع مصمم باش يهز، ولكن ما كتقولش لنا شحال من سرير راه خدام اليوم. حنا كنستندوا على الوثائق الرسمية للبرنامج الطبي للمشروع، وماشي على توقعات أو صور خيالية. المركز الجامعي ماشي مجرد بناية طبية، بل هو مشتل كيتكونوا فيه الأطباء، الأطر الصحية والطلبة، وكتطور فيه الممارسة الصحية بالبحث العلمي. يعني تأثير المشروع إلى دخل الخدمة بالشكل المخطط ليه غادي يتجاوز المرضى باش يشمل جودة التكوين والبحث الطبي في المغرب كامل. وحتى الجانب البيئي اللي كتوصفه الوكالة بالبيومناخي بيوكليماتيك بحال الألواح الشمسية والتهوية الطبيعية كيبقى مواصفات هندسية رسمية، ولكن واش هاد الأنظمة كاملة دخلات الخدمة فعلا؟ هذه مسألة أخرى كتحتاج دليل في أرض الواقع. وهكذا كنقدروا نفهموا المشروع بلا مبالغة شنو هو الدور المبرمج ديالو، وعلاش تصمم بهذه الطريقة، وشنو اللي مازال كيتسنى التشغيل الفعلي. دابا وصلنا للمفيد. فين وصل المستشفى ابن سينا الجديد فعليا؟ وشنو اللي باقي خاصه؟ الصور الحالية كتقول باللي المشروع قطع مسافة كبيرة. البرج الرئيسي ولا واضح في السما ديال الرباط، والمكونات الأخرى بدات كتاخد شكلها النهائي، وحتى الأشغال المحيطة دخلات في مرحلة تهيئ الطرق والمساحات الخضراء. ولكن لازم نفرقوا بوضوح بين البناء، التجهيز والتشغيل. المعطيات الرسمية في 2026 ما زالت كتحط استكمال الأشغال والتجهيز ضمن الأوراش القائمة، وهذا كيعني أن البنيان من برا ما كافيش باش نقولوا باللي المستشفى بدا كيستقبل المرضى. الجاهزية الحقيقية كتحتاج تركيب واختبار الأنظمة التقنية وتوفير الأجهزة الطبية بالإضافة للاستعدادات البشرية والتنظيمية. وبالنسبة للداخل القاعدة عندنا واضحة: التصميم الرسمي كيبقى رؤية مبرمجة، والصورة الحقيقية غنوصفوا فيها غير اللي باين فعلا بلا مبالغات بالذكاء الاصطناعي، حيث المصداقية هي اللي كتعطي قيمة لهذا العمل. إذن شنو غيضيف هذا المشروع؟ القوة ديالو ماشي غير في 1044 سرير أو علو البرج، ولكن في كونه منظومة متكاملة كتجمع بين العلاج المتخصص والتكوين والبحث العلمي. حتى الجانب البيئي كيبقى مواصفات هندسية حتى يبدا الأداء الحقيقي ديالها بعد الافتتاح.
الخلاصة، احنا قدام مشروع ضخم في مراحل متقدمة، وسنة 2026 هي سنة الاستكمال والجاهزية. ما غنسبقوش الأحداث وغنخليو الفرق واضح بين اللي مبرمج وبين اللي كاين اليوم في أرض الواقع. الورش ولا مشروع واضح المعالم، ولكن الاختبار الحقيقي غيبدا من اللي تحول من بناية كنشوفوها من بعيد المستشفى كيداوى فيه الناس من الداخل. وهنا بغيت نسولكم انتوما من خلال ملاحظتكم للورش في الرباط، واش كيبان لكم أن التجهيز والتشغيل غيكون في الموعد المبرمج في 2026؟ وكيفاش كتشوفوا تأثير هذه المعلمة الصحية على جودة العلاج في بلادنا؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، وما تنساوش تشتركوا باش يوصلكم كل جديد.